هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي اتكلم عن مميزات الخفاء. سبحان الله، لغلاء المعيشة اللي احنا بقينا فيه والابتلاءات اللي بنمر بيها وهنمر بيها، كل ده جزء من منغصات الحياة. حلو كده؟ انها بتضطرك ان انت تعيد النظر في شخصك ومنظورك للحياة بشكل عام، وان انت تخليك تبسط نظرتك للحياة بشكل عام، تخلي نظرتك تبقى للحياة تبقى بسيطة. تالت حاجة كمان بتخليك ان انت تعيد ترتيب اولوياتك. خلاص بقى جيم اوفر، خلاص الرفاهية شوية في الحتة دي لا نقللها شوية. وكمان بتخليك تحس بقد ايه انت انسان، انت ضعيف في الاول وفي الاخر، اللي هو اوعى تنسى نفسك. الدنيا دي عبارة عن دار اختبار مؤقتة. وكمان عندنا الرزق حاجتين: رزق مش بيتطلب ورزق بالسعي. الرزق اللي انت مش بتطلبه ده هو الرزق اللي ربنا كاتبهولك، اللي انت مش ان انت هتبذل مجهود عشان انت تحصل عليه. جايلك لو انت قافل على نفسك 100 باب هو جايلك. الرزق التاني مرتبط بسعيك. انا سعيت وقعدت بذاكر وباخد كورس 1 و2 و3 وعمال بطور من نفسي، يروح ربنا نتيجة سعي ده ونتيجة ان انا بطور من نفسي يروح جايب لي حاجة بوزيشن اعلى، حاجة احسن من اللي انا كنت فيها. ده نتيجة السعي. فكلنا في الاوقات اللي احنا فيها دي هنسعى. في غلاء. انا اسفة طبعا في ان انا جاية بتكلم في ان الغلاء. طب ادينا حل. اكيد مش هقول لكم الحكمة في ان احنا هنصبر بس، لا، ان احنا نسعى، ندور ونخلق حاجات جنب شغلنا حتى ولو من البيت، والشغل مش عيب، عشان نزود شوية من دخلنا، نساعد بيه نفسنا. ودايما ربنا في المحنة اللي احنا بنمر بيها ايا كانت هي المحنة ايه، اعرف دايما ان في منحة جاية معاها. عمره ما هيسيبك، عمره ما هيسيبك. شكرا.